وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سوريا بعد التصريحات المتكررة من المسؤولين الإيرانيين والتدخل السافر في الشأن السوري. حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إيران من بث الفوضى في سوريا بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير خارجيتها عباس عراقجي، التي توعد فيها بتطورات مستقبلية. وقال الشيباني في تغريدة على منصة إكس: يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة. تأتي تصريحات الشيباني ردا على تصريح لوزير الخارجية الإيراني قال فيه: من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة. وسبق ذلك أيضا نشر المرشد الإيراني الأعلى اللعين القذر الوسخ ابن 60 كلب علي خامنئي تغريدات يحرض فيها على رفض الواقع الجديد في سوريا والعمل على الوقوف ضد الحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الأسد الهارب. وحينها قال خامنئي: ليس لدى الشاب السوري ما يخسره، جامعته ومدرسته ومنزله وحياته كلها غير آمنة، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقف بإرادة قوية أمام أولئك الذين خططوا ونفذوا لهذه الحالة من انعدام الأمن، وسيتغلب عليهم إن شاء الله. التصريحات الإيرانية تأتي بعد أن سقط نظام الأسد وفقدت إيران مكتسباتها في سوريا وضربة موجعة لمشروعها في المنطقة، إذ فقدت في غضون أيام فقط ما عملت على بنائه لسنوات، الأمر الذي جعل مسؤوليها في حالة تخبط وتضارب في المواقف والتصريحات. وعقب سقوط نظام أسد زعمت إيران أن وجودها العسكري في سوريا كان استشاريا فقط، كما أدلى مسؤولوها بتصريحات تزعم حرص طهران على سيادة وحدة الأراضي السورية واحترام قرار الشعب السوري. لكن تصريحات خامنئي وعراقجي جاءت مغايرة لما صدر في السابق، وكانت أكثر حدة تجاه الشعب السوري وحكومته الجديدة. كما أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني زعمت يوم أمس الثلاثاء بوجود محادثات مع الحكومة السورية الجديدة لإعادة فتح السفارات في دمشق وطهران، وهو ما نفته الإدارة السياسية في سوريا. إضافة لكلام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أيضا كانت هناك تصريحات للقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، والتي انتقد فيها الدور الذي لعبته إيران في سوريا على مدى السنوات الماضية. وقال الشرع ردا على وسائل إعلام خليجية إن سوريا تحولت منبرا لإيران تدير منه 4 عواصم عربية أساسية، وعاثت حروبا وفسادا في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون. كما أن السيد أحمد الشرع تناول إيران بدون ذكر اسمها في تصريحات أثناء لقائه وليد جنبلاط في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق قبل أيام، وتحدث عن أساليب إيران وأيضا بحثها عن ثأر منذ 1400 عام وتدخلها السافر في شؤون الدول الأخرى. وطبعا هنا انتهت تصريحات المسؤولين بشكل رسمي، إن كان ما صدر من إيران أو ما صدر من المسؤولين في العاصمة السورية دمشق. الآن ننتقل إلى جزئية أخرى مهمة جدا، وسأتحدث بعدة نقاط. أولا، إيران تدخلت في سوريا بشكل سافر لدعم نظام الأسد، وارتكبت عشرات المجازر بحق الشعب السوري تحت شعار حماية المقدسات، وخصوصا السيدة زينب وشعار لن تسبى زينب مرتين وغيرها من تلك الشعارات الفارغة. وأوهمت الشارع الشيعي على أن هؤلاء الثوار السوريين عند الإطاحة بنظام الأسد سيقومون بتدمير تلك المراقد وتلك القبور أو المساجد أو الأماكن الدينية أو الشركية لدى الإيرانيين. لكن ما حدث حقيقة في العاصمة السورية دمشق على أن تلك الأماكن ما زالت في مكانها ولم يتم مساسها أو تدنيسها أو الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وما زالت مفتوحة، ويتم أيضا الصلاة داخلها كمساجد عادية للمسلمين، وليس كأماكن شركية لجمع الأموال كما كانت تقوم إيران سابقا بالاستثمار السياسي والديني والمالي والاقتصادي في تلك الأماكن المنتشرة في العديد من الدول. الجزئية الثانية الغير رسمية، شعارات إيران المرفوعة حاليا ربما بعد أن شعرت على أن الإدارة السورية الجديدة لديها مخططات لطلب تعويضات من إيران حسب ما يتم تداوله بشكل غير رسمي بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار من إيران عبر المحاكم الدولية كتعويض عما اقترفته في سوريا من دمار. وكل القوانين الدولية
تجيز الأمر. بالإضافة لإيران هناك دول إضافية أخرى يجب أن تفكر جديا قبل التدخل في الشؤون السورية، لأنها كانت شريكة في ممارسة الإجرام ودعم نظام الأسد. وعلى سبيل المثال الميليشيات العراقية المتعددة والتي بلغ عددها أكثر من 80 فصيل تم إدخالهم إلى الأراضي السورية برعاية من حكومة المالكي والحكومات العراقية الأخرى المتلاحقة في بغداد. فتلك الميليشيات الإجرامية التي سميت زينبيون وفاطميون وأبو الفضل العباس وذو الفقار وغيرها من تلك التسميات الطائفية كلها أجرمت بحق الشعب السوري، وكل جرائمها موثقة بالأدلة والمعلومات الكاملة. ويجب هنا أيضا على الشعب السوري أن يطلب عبر المحاكم الدولية محاسبة العراق وحكومته التي سمحت بدخول تلك الميليشيات، وطلب تعويضات للشعب السوري أيضا من تلك الدول مثلها مثل لبنان وميليشياتها، بالإضافة أيضا لباكستان وأفغانستان التي جاء منها الشيعة الهزارة وقاموا بتنظيم ميليشيات وفصائل في سوريا، وقاموا بارتكاب جرائم أيضا ضد الشعب السوري مثل زينبيون وفاطميون وغيرهم. الجزئية الأخرى التي يمكن الحديث عنها أيضا، إن كانت إيران جدا مهتمة بتلك المقدسات أو بتلك المراكز الدينية أو حتى تلك القبور، فأتوقع نحن السوريين مع احترامنا لتلك الأماكن ننظر نحو المستقبل ولا تشغلنا تلك الأماكن إطلاقا. فنحن نريد أن نبني دولة تعتمد على أسس واضحة، وتعتمد أيضا على مؤسسات، وتعتمد على اقتصاد وبناء وإعمار، ولا نريد أن نكون نسخة شبيهة من ميليشيات إيران أو حتى إيران بحد ذاتها أو حتى العراق. فيمكنكم من خلال شركات المقاولات، وهنا أطلب الأمر بشكل جدي، نقل تلك الرفات بكل احترام وإرسالها إلى إيران لدفنها في قم أو طهران أو تبريز، وليقوموا هناك بفعل ما يشاءون فيها، إن كانوا يريدون تركها مكانها في أحد المدن أو تحويلها إلى مزارات دينية أو تحويلها إلى أي معبد شركي آخر. فنحن لسنا لا شعب متخلف ولا شعب جاهل. فإن كنتم تريدون في إيران البقاء في جهلكم وتخلفكم وعبادة القبور، بالإضافة أيضا لتلك المظاهر الشركية من التطبير والضرب وإسالة الدماء والتمرغ بالوحل وبالبول وبالخراء فغيرها، فلكم ذلك، سنعطيكم تلك القبور وتقوموا بجانبها بما تشاءون. وإن كنتم تريدون بقائها في داخل سوريا فهي موجودة منذ 1400 عام ولم يقترب منها أحد، وبالعكس يتم الاهتمام بها، وأيضا تكون مجرد أماكن قبور مثلها مثل باقي قبور المسلمين. الأمر الثالث والأخير، التدخل في الشأن السوري من أي ميليشيا أو دولة يعتبر على أنك تريد أن تكسب عداء الشعب السوري. أيام الأسد قد ولت، اليوم أيام بناء الدولة ودولة المؤسسات واحترام السوريين لبعضهم. لا نريد وصاية من أحد ولا تدخل من أي دولة أخرى، نريد أن نبني دولة ومؤسسات تحترم المواطنين السوريين. فمن أراد التعايش معنا في الجوار بحب فسنعيش معه بحب بطبيعة الحال، ومن أراد أن يتدخل في شأن لا يعنيه كالعراقيين أو اللبنانيين أو حتى الفلسطينيين أو حتى الإيرانيين فسيرى ما لا يسره بطبيعة الحال. وأتوقع هكذا تقول الأصول إذا كنتم تفهمون الأصول يا أولاد 60 كلب، يا إيرانيين يا وسخين، يا أبناء نرجس. من حقنا أن نقول عنكم ذلك لأننا اليوم في وطننا وفي بلدنا. والإيراني الذي سنراه في سوريا يرفع شعارات طائفية أو يطبر أو يقوم بممارسات شركية فسنعلبه في علبة سردين ونرسله إلى إيران حيا بطبيعة الحال. يعني نحن لن نقوم بأي شيء لأننا دولة مؤسسات وقضاء. أضف إلى ذلك أن درجة الحرارة في سوريا في فصل الصيف تكون عالية ومرتفعة جدا، فنخشى على هؤلاء الإيرانيين أن يصابوا بضربة شمس، إضافة على أن فيروس كورونا منتشر أيضا ما زال في سوريا، فنخاف عليهم أيضا من التقاط الفيروس. أضف على ذلك على أن هناك أيضا مشاكل أخرى، مثلا الأندومي في سوريا مغشوش والزيت أيضا مغشوش، فتناول وجبة أندومي في سوريا أو تناول أي طعام بالزيت السوري وخصوصا للإيرانيين فمضر جدا للصحة، ويجب عليكم الحذر من القدوم إلى سوريا. يا أخي طعامنا مو صحي بالنسبة للإيرانيين أبدا. إلى هنا انتهت إضاءتنا أخوة المستمعين، أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في تيليجرام، كما يمكنكم دعم المحتوى من خلال التصوير الباركود في الشاشة، والرابط أيضا موجود في وصف الفيديو. دعم المحتوى مهم جدا من أجل إكمال مشروعنا في سوريا، افتتاح استوديو وشبكة إعلامية تعمل من عموم المناطق السورية في الفترة المقبلة. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.